الورشة هدفها ان احنا نقدر نشوف ايه اللي موجود في العقل الباطن بتاعنا اللي مانع كل المجهود اللي احنا بنبذله بالعقل الواعي انه يحقق هدفه ان هو تخسي. ليه؟ لان العقل الباطن سايق 95% من حياتنا من غير لما احنا نبقى دريانين، فهو اللي عنده كل استراتيجيات وعنده كل المعتقدات اللي انا خزناها وقافله عليها، اللي انا مش دريانه بيها، اللي ماشيه حياتي، مش بس تخني وحياتي كمان. الورشه هدفها بس انك تقدري تلاقي ايه اللي موجود في عقلك الباطن اللي مخليكي مش قادره تعملي اللي انت بتعمليه بعقلك الواعي علشان توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها اللي هي الخسسان. الورشه مش هتعمل اكتر من كده. الباقي هو انك تشتغلي على كل الحاجات اللي طلعت اللي انت لقيتيها من عقلك الباطن، يعني كل الحاجات اللي انت محتاجه تشتغلي عليها بعد كده هتبقى قدامك واضحه. هو ده المجهود الحقيقي. المجهود الحقيقي ما هوش ان انا اروح اعمل رجيم واغير الدايت واروح الجيم. المجهود الحقيقي انك تعرفي تحطي عقلك الواعي مع عقلك الباطن يقولوا نفس الحاجه ويبقى عندهم نفس الهدف. هو ده اللي احنا هنقدر نحققه في الورشه.